السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء ولي حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أول مشكلة معانا مشكلة عضو من بريد الأعضاء بيقول أنا اتقدمت لبنت أونلاين لأني مسافر. أهلي راحوا وكلمتها فيديو كول زي أي جواز صالونات، هي من بلد قريبة مننا. اتكلمنا حوالي 5 أيام واقتنعنا ببعض، وخصوصا إننا اكتشفنا إن إحنا كنا زمايل سنة دراسية واحدة ودروس وكده. المهم هي كانت صريحة معايا وحكت لي إن في حد اتقدم لها قبل كده واتخطبت 9 شهور تقريبا وما استريحتش والموضوع ما كملش، وتقدم لها كتير لكن ما عجبهاش أي حد. مش سهل ان اي حد يعجبها، وانها مستغربه ازاي اعجبت بيا بالسرعه دي واقتنعت جدا بيا. المهم هي حكت لي بالصدفه وانا بسال عن اخواتها ان اخوها الكبير عنده قضيه او كذا قضيه تعاطي ومشاجره وحاجات شبه كده، وان تقريبا باباها طرده وبقاله شهور ما يعرفوش هو فين. انا طبعا اتصدمت من الكلام ده. هي كويسه جدا وما شفتش منها حاجه وحشه خالص، بالعكس جميله في كل حاجه وفي كليه قمه. انا من وقت ما سمعت الموضوع ده وانا مقفول خالص من الموضوع، وهي منهارة لأنها حاسة إني مش هكمل، خصوصا إن مامتها متوفية ووالدها متجوز ومرت بتجربة خطوبة فشلت قبل كده، وأخوها الكبير بلاء من ربنا ليهم، وهي صعبانة عليا وفي نفس الوقت مش متقبل حوارات أخوها دي. شورى عليا، هل أنا معايا حق إني ما أكملش؟ أنا حاسس إنها اتأذت نفسيا لما عرفتها إني مش حابب أكمل، خصوصا إنها كانت فرحانة بيا والكل بدأ يبارك لها. بص يعني مشكلتك صعبة. المشكلة دي عشان تتحل يعني لازم ناخدوها خطوة خطوة. في الأول في الآخر ده قرارك أنت، وهعرفك ليه قرارك أنت. أي حد فينا مش كامل، وأي علاقة فينا ما ينفعش ندور عليها في الكمال. يعني أنت ما تدورش على الكمال في العلاقة، لا أنا بكملك. في حاجات يعني الحاجات دي متغيرة بين إنسان لإنسان. أنا في حاجات ممكن أتقبلها في شريك حياتي، وحاجات ما تقبلهاش بالعكس بقى. في علاقات تانية الحاجات اللي انا تقبلتها غير ما تقبلهاش، فهي الفكره كلها في الاول في الاخر نسبيه. دي نقطه. انت دلوقتي يعني يعتبر عندك كفتين ميزان. اول حاجه انت بتقول البنت جميله ما شاء الله واخلاقها عاليه ومفيش غبار على البنت، وانت مستريح البنت جدا، فمفيش اي مشكله، مفيش اي خلاف من ناحيه البنت. دي اول نقطه. تاني نقطه انت بتقول اخوها. طب ما هو اخوها على كلام اللي حضرتك قلته ان هو بتاع مشاكل وبتاع حوارات وبتاع فرض سيطره وبلطجه، يعني اللي انا فهمته منك. فدلوقتي انت بتقول ابو البنت دي طارد الولد عشان سوء اخلاقه وكده. بس برضه انت ما تضمنش بكره وبعده في ايه، ومهما كان برضه هي مش قادره تتهرب منه، مش هينفع تتبرى منه. تمام. في الاول في الاخر زي ما قلت لك ايه اختيارك انت. انت دلوقتي عندك الاتجاه والاتجاه. انت ما كملتش ماشي، انا مش هقول لك كمل او ما تكملش، لا انت مش عايز تكمل. تمام. في ناس كتير قوي هتقول لك الرأي ده صح، لا ما تكملش، وهيقول لك اضعف حاجه ايه، ان في ساعه اي خلاف او اي بادره خلاف ما تضمنش ان اخوها هيعمل معاك ايه. تمام. انت ممكن تكون انسان محترم مالكش في السكه دي. طب هو انت بتقول عليه قواضي وكده، فدي سكته، فبالتالي انت مش هتعرف تتفاهم معاه. طول ما انسان ما بيتفهمش بعقله بعقلانيه، تمام، لا بيتصرف بطيش وببلطجه، طب ما هي القصه خلصان. في ناس تقول لك كده وده راي يحترم، انا مش هقدر اقول لك عليه لا. وفي الراي الثاني ان مثلا تقول لا انت ما تاخدش البنت بذنب اخوها ولا ذنب ابوها، محد ولا تزر وزيره وزر اخرى. يعني البنت ملهاش ذنب طول ما البنت كويسه معاك، خلاص ايه المشكله؟ برضه ده راي يحترم. بس انا كشخصيا، انا كشخص يعني انا شايف ان انت الموضوع بلاش منه. معلش ما تلسع على البر، مفيش اي حاجه. وان اللي بقوله لك مش ان في حاجه سيئه في البنت او في غلط من ناحيه البنت، لا، بس برضه العرق دساس. تمام. وانا برضه مع الراي مثلا بكره وبعده. احنا دلوقتي البشر عامه، احنا كناس لما بنيجي نتجوز بندور على الرجاله اللي نقعد معاها. يعني مثلا احنا بنقولها كده بمصر، يعني بالمصري ان احنا ايه، اتجوز من بيت راجل، بحيث ان لو في اي خلاف هتلاقي راجل تتكلم معاه، هتلاقي راجل بيفهم في الاصول، هيعرف يديك حقك. تمام. لو حد غلط فيك، وهتعرف تاخد منه حقك لو هو غلط فيك. تمام. لما يكون الوضع البيت بالطريقه دي ويبقى اخوها، طب ما انت معلش يعني ربنا يدي الصحه طول عمر لوالدها، بعد والدها ايه اللي هيحصل؟ هيكون اخوها هو اللي موجود في الصوره. طب هل اخوها ده انسان بيتفاهم؟
على الكلام انت قلته، تمام، اللي ما بيتفهمش. فبالتالي يبقى انت من بدايتها كده خدها بقصيره زي ما بيقولوا، وبلاش الموضوع دوت. البنت ما عليهاش غبار، وانا بقول لك تاني، ولا تزر وزارة وزر اخرى. بس انت دلوقتي لسه موضوع على البر، تمام. ما دام على البر، انت ما دام انت مش مستريح للموضوع دوت، فما تكملهوش. لا، انت تتقبل الموضوع دوت، وشايف ان انت هتقدر تتخطى الموضوع دوت، وهتقدر تحيد اخوها من حياتكم خالص. دي برضه حاجه ترجع لك. انا في الاول في الاخر قلت لك ده قرارك، بس انا كرأيي وبكلمك بمنطق العقل وبالمنطق السليم، لا بلاش، يعني بلاش احسن. انت لسه في بدايتكم 5 ايام، يعني حتى لسه العلاقه ما بينك وبينها مفيش الحب اللي يخليك تزعل عليه كده، وهي ربنا كده كده يعني هيرضيها، ما تقلقش. فانا شايف ان انت بلاش الموضوع دوت، وربنا يكرمك لما فيه الخير، وربنا يسهلك حالك انت وهي يا رب. تاني مشكلة معانا من عضوة بتقول ممكن استشيركم في حاجة بس بلاش تهاجموني. أنا عندي ظروف مادية وده مخلاني مش هقدر أجيب لأولادي حاجات المدرسة. في واحدة جارتي عارفة ظروفي قالت لي تعالي اضمنيني في قرض وهديك 2000 جنيه تجيب الكتب والحاجات اللي محتاجاها. إيه رأيكم؟ انصحوني بالله عليكم. بص، عامة يعني الموضوع بسيط. ازاي بسيط؟ لا يعني هو الحل، لا يا جماعة القرض، لا يا جماعة القرض بيجي بخراب. صدقوني والله العظيم، ما تبصوش على الفايدة اللي هتشوفوها دلوقتي. القرض أساسه الربا. فموضوع منتهي شرعا، انا بكلمك من وجهة الشرع. فالموضوع منتهي، وعلى فكرة ولو انت طبقت الموضوع دوت على أرض الواقع، انا اعرف وحضراتكم اكيد تعرفوا ناس كتيرة جدا البيت اتخرب بسبب الموضوع دوت. يا جماعة بلاش القرض. 2000 جنيه اللي بتتكلم عليهم دول هتجيبيهم عشان خاطر انت مثلا محتاجه الفلوس وظروف صعبه ومش متيسره معاك وعايز اجيب الحاجات لاولادي وكده، انا معاك. بس مش ده الحل. لا، ممكن اخش يا جماعه وضع الاول استلفهم، يعني اتصرف، لكن القرض لا. يا جماعه مش هطول في النقطه دي. القرض ما فيهوش، ما ينفعش. ان ربنا قال يعني جعل ان اللي بيتعامل بالربا والقرض ربا، تمام. ان هو بيأذن بحرب من الله. يعني انت في حرب مع ربنا، يعني مين يقدر على حاجه زي كده؟ فالقصه دي باب مقفول، ما تجريش نفسك ليه. دي نقطه، تمام. وفي برضه هقول لحضرتك حاجه تاني برضه. يعني انت لو انت ما خدتش من الناحيه دي، خدها من الناحيه التانيه، اللي هي طب انت ايه اللي ضامنك الست دي هتدفع؟ ممكن جارتك دي تأثر ويحصل ايا كان ظروفها، تكون واخده قرض كبير، تاخد بعضها زي ما بتقولوا وتخلع من البيت اللي هي فيه، تمام. ومثلا لما يجي الدائن يطالب الفلوس مش هيلاقيها، هي هياخدك انت، فانت ضامن، ما انت ماضيه. يعني انا ايه ال 2000 جنيه استفدت بيهم؟ ايه ال 2000 جنيه دول؟ هي مثلا ممكن واخده مبلغ كبير جدا وخلعت زي ما بيقولوا. طب وبعدين انت تلبسي اسود عشان خاطر ال 2000 جنيه انت خدتيهم؟ لا لا. القصه قولا واحده بلاش، وده نصيحه لله. القرض يا جماعه بلاش منه.